حرفيا مرزوق هنا وهي بتلف حوالي كده. ايوه زي ما انت بتعملي بالظبط. هاي، انا هاجر منصور وده صديقكم وصديق البرنامج مرزوق. شوت اوت لمرزوق يا جماعه عشان هيساعدنا كتير جدا الحلقات الجايه. تخيلوا معايا كده ان مرزوق ياخد حنان ودفء وحب. اوكي، مرزوق كبر وحب بنت اسمها مرزوقه. مرزوقه للاسف ما عاشتش في بيتها الحب والحنان اللي مرزوق عايشوا. الحقيقة ان مرزوقة ما عاشتش طفولة سوية، فلما كبروا هي ومرزوق حبوا بعض جدا، والاتنين كانوا بيدوا حب في العلاقة. هي كانت بتدي حب وهو كان بيدي حب، فكان في بالانس في العلاقة. لحد ما فجأة مرزوقة شافت الحب والاهتمام من مرزوق، فابتدت تشوفه هو مصدر الأمان الوحيد بالنسبة لها. شايفة مرزوق هو الوحيد اللي حاسة معاه بالأمان، هو الوحيد اللي حاسة معاه بالحب، حست معاه اللي ما عاشتوش مع حد، وحست معاه حاجات عمرها ما حستها. فبالتالي بتبتدي تشوف ان مرزوق ده الملجأ الوحيد ليها، ملجأ الأمان الوحيد لمرزوق. فتبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تتشعبط في مرزوق، تلزق في مرزوق جامد وما تبقاش عايزة تسيبه أبدا، لدرجة ان هي تخنقه حرفيا عن طريق ان هي بتديله حب واهتمام زيادة عن اللزوم من طريق الإنسان مش مستوعبها. فتبتدي مرزوقة أول ما بتشوف في حب وحنان كبير جدا جاي من مرزوق، هي كمان تبقى عايزة تديله حب وحنان بس كميات كبيرة جدا، وبتخليه هو محور حياته. هو حرفيا مرزوق هنا وهي بتلف حوالي كده. ايوه زي ما انت بتعملي بالظبط. المهم لما بتخليه هو محور حياتها بتبتدي تديله مشاعر كتيرة جدا زيادة عن اللزوم. بيتعرض لحاجة اسمها الاختناق العاطفي. ايه هو الاختناق العاطفي؟ دي حاجة هنبقى بنتكلم عليها في حلقة قدام. فالشخص ده بيتخنق حرفيا، هو بيتخنق وبيهرب بيطير. فبالتالي انت بتبقي قافشه فيه كده، قافشه فيه جامد حرفيا، بيبقى بيلاقي منفس بس اي زخنق كده صغنوني يهرب بيه. فتبتدي نسال نفسنا هو الشخص ده هرب ليه؟ انا كنت بديله كل الحب اللي في الدنيا، كنت بديله كل الحنان، كنت بديله اهتمام كتير جدا، ده هو اللي مش وش نعمه بقى. هي الفكره مش في كده، هي الفكره ان ده مش حب، ده تعلق. وهو ده عنوان الفيديو بتاع النهارده. في كتاب اسمه Attached او التعلق. الكتاب ده بيتكلم عن 3 أنماط أساسية. فبيقول أنماط التعلق هي إيه، وهو أول واحد معانا وهو التعلق الآمن Secure Attachment. إيه هو التعلق الآمن؟ هو الحاجة البالانسد في الموضوع، هو الحب الصحي، أو هو يعني النمط الصحي في العلاقات. إن هما ناس بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم كويس جدا، بيعرفوا واثقين في نفسهم. أهم حاجة ركزوا في حتة الثقة دي، واثقين في نفسهم وواثقين في الطرف التاني. فدي من اسبابه طفوله المستقره، طفوله امنه، طفوله فيها حب، فيها امان، فيها حب. ركز في كلمه حب دي غير مشروط. ده بيخرج ناس اسوياء نفسيا، ناس بتقدر تدي حب سوي، ناس بتقدر تثق في نفسها وتثق في شريك حياتها، ما بتخليش حياتهم جحيم. فده بسبب الطفوله المستقره او الطفوله الامنه. خش على النوع التاني وهو النمط القلق. النمط القلق او الانكشس اتاتشمنت. النمط القلق ده اظن في ناس كتيره جدا تقريبا مرت بالنمط ده في حياتها او قابلت حد مر بيه. ايه هو اصلا الشخص الانكشس في العلاقه او النمط القلق ده او الشخص القلقان على طول؟ هو بيبقى الشخص اللي على طول خايف، على طول عايز يطمن، على طول عايزك تطمنه، على طول شايف ان انت هتسيبه وتمشي، شايف ان انت ما بتحبوش، بيخاف جدا من البعد، بيخاف من التجاهل. انت لو هو بعت لك مسج وانت اتاخرت عليها دقيقتين بس، لا ده كارثه كونيه، بسبب ان هو بيحس ان في تجاهل، انت بتحبنيش. مش بيفكر بفكر لوجيك او منطقي ان هو ممكن الشخص ده يكون مشغول او عنده شغل او ايا كان. لا، مش بيركز في كده خالص. هو بيركز ان انت ما بقتش تحبني، معروفه يعني، خلاص انت ما بقتش تحبني. وغالبا الشخص ده، الشخص القلق، بينجذب لشخص بارد، مش بارد شتيمه يعني، بارد عاطفيا يعني، او بارد في مشاعره. ليه؟ عشان يعيد نفس النمط كل مره، او عشان يحفز النمط بتاعه. كل ده بيبقى في السب كونشنس بتاعه، هو ما بيبقاش مدرك. بس غالبا الناس اللي حصل معاهم تجارب سيئه في الطفوله لما بيكبروا بينقوا ناس عشان يعيدوا نفس التجربه دي تاني بطريقه غير واعيه يعني، وما بيبقاش فيه وعي. ده بيتعمل بدون وعي، بدون قصد. ممكن نبقى نتكلم في الموضوع ده برضو في حلقه تانية يعني. المهم بقى ان ده بيحصل بسبب ايه؟ ده بيحصل بسبب ايام الطفوله برضو، بسبب ان الاهل بيدوا حب مشروط. انت لو بقيت شاطر انا هحبك، انت لو عملت هوم ورك، عملت الواجب، انا هحبك، انت لو انا هحبك. طب ما عملش الحاجات دي فانا مش هحبك. فبالتالي الشخص بيكبر بيبقى عايز يرضي اللي حواليه، او يقدم اي حاجه عشان الشخص ده يحبه. بيفضل يقدم كل الحاجات اللي ترضي الشخص اللي قدامي عشان بس يشوف في عينه الحب، او يشوف تصرف منه
في حب، او بيبقى بسبب ان الاب والام على طول مشغولين او باردين مع اطفالهم. بنشوف برضو كلنا ان في اهالي ما بيدوش عيالهم حب، هم فعلا بيبقوا قاسيين معاهم. فكرة ان انا اديك حب لا يقولك انا كده بدلعك فانا مش هدلعك، هو ده مش دلع، ده اساسيات الحياة يا جماعة. كلنا محتاجين حب، كلنا محتاجين حضن، كلنا محتاجين حد يحسسنا ان هو بيحبنا وان هو بيحبنا زي ما احنا من غير ما نقدم له اي حاجه. في المقابل انت بتحبني عشان بتحبني انا، مش عشان انا بقدم لك حاجه. ثالث نمط معانا وهو النمط المتجنب. النمط المتجنب ده او الافويدنت اتاتشمنت ده غالبا موجود في الرجاله اكتر. الانكشس غالبا بيبقى موجود اكتر في البنات، انما ده مش بناء على اي دراسات ولا اي حاجه، ده بناء عن التجارب اللي انا بشوفها. يعني الافويدنت دايما يبقى بيخاف يخش علاقه. اول ما تلاقيه دخل في علاقه او بقى مسؤول عن حد او اتقال له بحبك، هو خلاص هو سافر، هو مش موجود، انساه خلاص. هو طريق مصر اسكندريه الصحراوي دلوقتي، فانساه. والشخص ده عباره عن هو الشخص اللي بيخاف اصلا من القرب، بيخاف يقرب، بيخاف يدخل في علاقه، واول ما يحصل قرب بيهرب. غالبا من كل 10 بيتفرجوا على الفيديو في 8 تقريبا قبلوا ولاد بنفس الكونسبت وهربوا دلوقتي. هو مش حاجه فيكي وانتي مش وحشه وانتي مش شخص سيء ان هو سابك وهو ليه سابني وهو ليه عمل كده، لا، هو عشان شخص عنده مشاكل. ومش عيب ان احنا نروح للثيرابيست على فكره، مش عيب خالص ان احنا نشوف حد متخصص ونتكلم معاه، حاجه وحشه يعني، مش حاجه تعيبك خالص او تعيبك يعني. اظن بقى في وعي شويه عن الموضوع ده دلوقتي. بس خلينا نعرف ايه اسباب ان الشخص يعمل حاجه زي كده. في بنات برضو على فكره كده يعني، بس الاغلب بيبقوا ولاد. ليه بيحصل كده او ليه بيعملوا كده؟ ليه بيهرب؟ ما تشتميش يعني، هو عنده مشاكل فده السبب يعني. طبعا احنا مش ببرر اي حاجه، بس انا هنا عشان اقول الاسباب فقط لا غير. ايه بقى سبب او ايه اسباب ان الشخص يكون avoidant؟ من اسباب ده من الطفوله، وهو ان الشخص يكون اتربى في بيئه بارده، اتربى مع اهل باردين مش باردين شتيمه، باردين عاطفيا يعني. بالتالي الشخص بيبقى ناقص عنده حته الحب والاهتمام والحنيه، فما بشافش وهو صغير حب، ما شافش امان. في اسباب تانية برضو وهي التجاهل والانضباط. دايما بتلاقي في اهل او اهالي متجاهلين عيالهم تماما. الام في الشغل والاب في الشغل، بييجوا يناموا ويصحوا يروحوا الشغل وهكذا، ما بيقعدوش مع عيالهم. هي الحياه مش كلها فلوس واكل وشرب، انت لو جايب حيوان هتديله اكل، هتاكله وتشربه عادي جدا يعني. فاساسيات الحياه مش ان انت تاكله وتشربه، لا، الطبيعي ان الشخص بيحتاج اهتمام، بيحتاج حب. اظن بقى في وعي برضو بالموضوع ده دلوقتي كبير جدا يعني، بس لسه في اهالي عايشين في القرن ال19 قبل الميلاد. المهم يعني ان هي كلها بتبقى مشاكل نابعه من الطفوله، فاحنا اللي علينا ان احنا للاسف ندفع الفاتوره، مش ذنبك، بس انت لازم تدفعها عشان تبقى انسان احسن. فهننتقل لمرحله الحل. عكينا العكه لازم نحلها بقى. بص بقى، عندنا التعلق الامن. طبعا انت صح الصح وفل الفل وانت بيس، انت تمام زي الفل، يعني استمر، ربنا يحميك يا ابني ويحفظك او يا بنتي. خش بقى على حته ايه العلاج بتاع التعلق القلق، الشخص الانكشس. اول حاجه لازم تفهم ان احتياجك مش ضعف، احتياجك للحب واحتياجك للاهتمام مش ضعف منك. هي الفكره كلها ان انت بتختاري شخص بيحسسك ان انت عندك مشكله، بتختاري شريك حياه بيحسسك ان انت مش طبيعيه، انت اللي فيكي حاجه يعني. ده مش حقيقي ان انت عايزه تتحبي وان انت عايزه اهتمام وان وكل ده طبيعي وده حقك. فده مش عيب فيكي ولا غلط منك. الصح ان انت تختاري شريك حياه يطمنك، تختاري شريك حياه يحبك زي ما انت عايزه، يحبك زي ما انت عايزه تتحبي، يحبك بالطريقه اللي انت عايزه تتحبي بيها. وده اسرع طريقه للعلاج، ان انت تختاري شخص مناسب يحبك بجد. تاني حل معانا وهو ان تعبر عن احتياجك للشخص، للطرف التاني يعني او لشريك حياتك، انك تعبري بكل وضوح، بدل ما نقعد نلمح ان الشخص ده ما بقاش يهتم او ان الشخص مش بيحبك. تقعدي تلمحي بده ونقعد نلف في دايره مفرغه وهو مش فاهمك اصلا. هو صباح الفل، هو مش فاهمك اصلا، هو مش في دماغه خالص، هو في دماغه كبسه دلوقتي. تمام، هو فعلا هو في دماغه صباح الفل. اهم حاجه ان انت تكوني واضحه وتقعدي تتكلموا وتقولي احتياجاتك نقطه نقطه بكل وضوح. تاني حاجه وهو علاج اسمه العلاج المعرفي السلوكي او CBT، هو انك تميزي ما بين الواقع واللي في دماغك، لان الواقع غير اللي في دماغنا خالص على فكره. فهو انك تميزي بين الواقع والخيال. زي مثلا هو مش بيرد عليا، ده مش معناه ان هو مش بيحبك، ده معناه ان هو مشغول عادي جدا، ميتنج عادي جدا، عنده شغل كتير عادي جدا. تمام، ده مش معناه ان هو مش بيحبك وان هو ما بقاش يهتم. وده بنحله اكتر بالكتابه، ان انت تكتبي عن مشاعرك وعن اللي جواكي وعن احتياجاتك، عشان تعرفي الفرق ما بين القلق الحقيقي اللي هو اوريدي فعلا فيه مشكله حقيقيه محتاجه تتحل، وبين القلق اللي جواكي الداخلي. وكمان من الحلول برضو ان انت تشتغل على نفسك، ان انت تشتغلي. مش بس لازم ان احنا نشتغل على علاقه، لا، في حاجات كتيره جدا
لازم تشتغلي عليها، واولهم نفسك. المشاكل دي كلها هتتحل لما انت تبداي تحبي نفسك، وان انت تبقي مكتفيه بنفسك. ممكن ان انت تقري فتبقي انسانه مثقفه اكتر، ان انت تلعبي رياضه هيبقى عندك ثقه في نفسك اكتر، هتبقى صحتك كويسه، هيبقى جسمك كويس. لازم ان انت تشتغلي على نفسك وتطوري من نفسك. لما انت تشتغلي على نفسك وتطوري من نفسك تحبي نفسك اكتر، هيبقى عندك ثقه اكتر، هيبقى عندك اكتفاء. مش هتبقي محتاجه الحب من حد، او هتبقي مستنيه الحب من حد، او ان انت تطلبي الاهتمام من حد. انت اوريدي هتبقي مكتفيه بنفسك. الحب جه من بره، زياده الخير خيرين. ما جاش، انت تمام، انت في السليم. تاني نمط معانا وهو النمط اللي عامل مشاكل في السوق اليومين دول، وهو النمط المتجنب او الافويدنت. اول حل معانا وهو انك تعترف ان في مشكله اصلا، لان يا جماعه معظم اللي عندهم الموضوع ده مش بيبقوا شايفين ان هم عندهم مشكله اساسا. واول حل هو انك تعترف ان في مشكله. اعترف انك بتخاف من القرب مش من الحب. كلنا محتاجين حب، كلنا محتاجين الحب في حياتنا. انت بتخاف تقرب مش بتخاف تتحول. في فرق، هو انك بتتجنب الشخص اللي قدامك او بتتجنب ان انت تخش في علاقه لانك اتربيت على فكره ان القرب او الاحتياج لشخص ضعف. انت لازم تكون معتمد على نفسك، لازم تكون انت القوي، انت الجامد، انت مش محتاج حب من حد. فانت بتتربى على فكره ان الاحتياج لطرف تاني ضعف، الاحتياج للحب ضعف، مع انك انت محتاج الحب ده. بس انت بتهرب، انت بتبوظ الدنيا اكتر. انت بتهرب من حاجه انت اوريدي محتاجها، والحاجه دي هي اللي هتخليك كويس، الحاجه دي هي اللي هتخليك تشفى من جواك، بس انت مش واخد بالك ان انت محتاج حاجه زي كده. اول ما بتيجي او بتقرب منك انت بتهرب. وكمان من الحلول ان انت تتكلم، هو ان انت تقول مشاعرك. لما تكون عايز وقت ان انت تختفي فيه، قول انا عايز وقت لنفسي، ما تعملش بوستنج كده وتختفي. وكمان ممكن ان انت تحكي يومك بالتدريج لشريكة حياتك، تحكي مشاعرك تدريجيا. ثالث حاجه معانا وهي انك تتعاطف مع نفسك. بدل ما تقعد تجلد ذاتك، لازم ان انت تتعاطف مع نفسك وتحب نفسك، بدل جلد الذات وان انت تخفي مشاعرك وان انت تخاف اصلا تبين مشاعرك. فلازم تدرب نفسك على ان انت توصف اي مشاعر جواك، اذا كانت سلبيه او ايجابيه. لازم تتعلم ان انت توصف اللي جواك. وفي النهايه لازم نقول الانماط دي مش حكم نهائي على شخصيتك. يعني انت لو شخص anxious او شخص avoidant، دي مش هويتك الحقيقيه، او دي مش هويتك للابد. ده مجرد نظام دفاعي انت بتاخده من طفوله عشتها، وده نظام دفاعي انت بتستخدمه لحمايه نفسك بسبب حاجه انت عشتها زمان. انما دي مش معناها ان دي شخصيتك اللي انت هتعيش بيها وتموت بيها. تقدر ان انت تعدل ده مع مرور الوقت وتخش علاقات صحيه وعلاقات امنه تكون انت فيها انسان احسن، وكمان تاثر على الشخص اللي قدامك بطريقه احسن بدل ما نأذي بعض. يا جماعه بس كده، دي كانت نهايه حلقه النهارده. اتمنى ان تعجبكم، وممكن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ده اول فيديو، فاتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو عندكم افكار للفيديوهات الجايه ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنت. شكرا جدا ليكم، باي باي.